السلام عليكم خاوتي، مرحبا بكم. ان شاء الله كامل تكونوا ملاح يا ربي. قبل ما نبداو الفيديو تاعنا ما تنساوناش بالجيم بارطاج كومونتير باش يوصلكم كامل جديد. على بالي بلي عندي وقت ما درت لكمش لي فيديو كيما هكا، لا علينا. المهم راني درت لكم فيديو هكا باش ما تقولوش مانيش نعقب لكم غير الاخبار، راني طليت عليكم. ما تنساوناش بالجيم بارطاج كومونتير. راكم تشوفوني لابس بالكوستيم باسكو دوكا راني هابط عندي شغل نخدم لتحت يعني، فلهذا ما تنساوناش خاوتي كالعاده طلعوا لنا لي لايف، طلعوا لنا الفيديوهات باش هكا تشجعوني باش ننشر لكم لي فيديو يوميا. يلا سلام. العثور على إبرة داخل دماغ امرأة منذ 80 عام. 80 عام باش لقاو إبرة داخل الدماغ تاعها. دوكا نتوما حلل وفسر وناقش الفكرة ولا قراوها كما تحبوا. دوكا هذا عقل ولا هذا مخ وما صار لها والو. 80 عام، الله يبارك. 80 عام حنا تقيسك شوكة تحسب بلها ودير. وفاة الأسد الأشهر في بريطانيا سيمبا. يعني الأسد اللي كانوا يعيطوا له سيمبا مات. هذه هي سيمبا. ميشتو هما ثم عندهم هذو تاع الحيوانات يعني كامل عندهم حقوق. احنا في الديار لأنه كنت نروح في هذاك تاع نعكلو داك السبع ما تعرفوا ولا سبع لا قط كلا غير الشر. المهم كاينه واحده خاوتي راح نبعثكم ليها برك، اللي بغى يروح ليها قالت لي دير لي الانستغرام، قالت لي اخصائيه تاع تغذيه، اللي بغى يشوف واش راهي تحط ولا تحط صوالح تاع التغذيه راكم تعرفوا، فلك تلقاو حاجه تفيدكم اكله ولا هكا، ولا زيدوا تقصوها والله باسكو هي تقول لك اخصائيه تاع ماكله وتاع تغذيه راكم تعرفوا، بالك راح تفيدكم وتستفادوا منها. نزيدو ننتقلوا الى نقطه اخرى. الناس اللي يشربوا الريد بول وصوالح كيما هذو أكثر تفاعلا في الساعات الماضية. أرجو منكم الانتباه وخصوصا المراهقين، والله إن هذه المشروبات ضارة. دارها في الزجاج تكسر من قوة الزجاج، خلاص تواسى كامل، لأنه هذه المشروبات تأثر بالزيافة. فلهذا حذاري ثم حذاري، حاولوا أنكم تبعدوا قدر المستطاع على هذه المشروبات، لأنه إيماجيني الزجاج دارت هكا تسمى أنت في الجسم تاعك كيفاش راح تدير لك؟ بابي راح تدير لك أكثر من الزجاج. كما راكم تشوفوا خاوتي، شوفوا الدجاج وين راهو محطوط باش يحمروا وياكلوا الناس دوكا هذا دجاج غذاؤك ترعاه ايادي امينه. شوفوا التصاور راهم قدامكم، شوفوني طيبوا والله الا ماينه كما يقولوا كارثه. باش هكا من بعد الناس عادي ياكلوا ومن بعد كي تصراكش من حاجه والله يقول لك احنا ما دخلناش وحنايا. إجراءات وقائية في الجزائر لمنع دخول بق الفراش إلى أراضيها. قولوها له عاودوها بس هذه هي لازم، لأنه يدير إجراءات ولا ما تدير إجراءات. يقدر يجي واحد يجيب هكا يجيب البق هذيك معاه والله حتى تلقاها تطبق لك في الكيلوار، تلقاها تدور معاك والله. المهم يا جماعة الخير، نقطة أخرى واللي هي بالماضي يحل بأرض الوطن. بالماضي هاو دخل أرض الوطن، هاو خرج من أرض الوطن، هاو دار ما على باليش أنايا بالماضي وعليك راني راضي. المهم هذه هي تاع البالو. أنا صراحة ما نتبعش البالو، شكون كيما أنا ما يتبعش البالو. نقطة أخرى، هكذا استقبل هذا الآب العام الدراسي الجديد بوفاة ابنه الوحيد. استلم له كتب وراح حطهم على القبر تاعو، يعني دا الكتب تاع وليدو راح حطهم على القبر نتاعو. ربي يرحم وليدو، يرحم جميع المسلمين ان شاء الله. المهم هذه صراحة انتم الله غالب الحب تاعو. نقطة أخرى، قال لك الجزائر تطلق عملية تعقيم للطائرات لمنع دخول البق المنتشر في فرنسا لأراضيها. يعني زعما هذه العملية تاع التعقيم ولا تحسب رانا في كورونا يديروا ولا ما يديروهاش، قادر يدخل عادي. تا كورونا ما أدراك من كورونا، حاجة في النفس هكا ودخلت. كيف زعما هذه هكا حشرات تجي عادي، تجي تريزيرفي بلاصة وتوصل للجزائر، وربي إن شاء الله يبعدوا علينا وما يدخلناش. بس احنا من بكري بلادنا مليحة وزيد يدخلها البق، نولو كامل في البق.
نقطة أخرى كما راكم تشوفوا قالك الناس كيفاش يستخايلوا هذوك الناس زعما كيقولوا قبايل زيت قبايل، قالك تفتح هكا الروبوني وتعمر الزيت على بالهم هكا. هذه شغل الصورة وعبر عليها كما شئت، ماشي زعما راني نقول لكم باللي هي هذه التعبير تاعها. زعما كي واحد تقولوا باللي انت قبايلي يقول لك كي زعما تقولوا انت من وين يقول لك انا قبايل، تعتبرها باللي هكا زعما الزيت عندهم يدير في الشجرة ويسيح الزيت. باتنا تسجيل 11 حالة مؤكدة لداء حمى غرب النيل. كما راكم تشوفوا في باتنا قالك تسجيل 11 حالة مؤكدة تاع الحمى غرب النيل، لداء حمى غرب النيل. دوكا نحكي لكم برك عليها. مي سبحان الله حنا جانا غرب النيل الحمى هذه. دوكا حنا البق حاجة قديمة. دوكا حنا عندنا هذه تاع الحمى غرب النيل، وغدوة سجلوا 10 غدوة هكا. كشفت مصادر أن مصالح الصحة لولاية باتنا سجلت مؤخرا 11 حالة مؤكدة لداء حمى غرب النيل مع الاشتباه في عدة حالات أخرى تنتظر نتائج تحاليل معهد باستور. وقد اختلفت الأعمار المصابين بهذا الداء أو الحالات المشتبه فيها بين الصغار والكبار والنساء، من بينهم حالات ما زالت زعما يعرفوا كيفاه. في الوقت الذي أكدت فيه مصادر أن الوضعية متحكم فيها، بات لازما على الجهات المعنية الإسراع في عمليات رش للمستنقعات ومواقع المياه الراكدة في هذا الوقت بتحديد المعروف بتكاثر حشرات البعوض. لازم يعقموا الحالة، لازم الماء هذاك راكم تعرفوا. في باتنا حالة مشتبه في إصابتها ببعوضة النمر الخطرة التي سبق لولاية ميلا خلال المنتصف الأول من شهر سبتمبر ظهور هذا النوع من البعوض في منطقة الخربة. المهم خاوتي، الموضوع اللي راهو شاغل الرأي تاع العام بخصوص قضية هذيك اللي خدعها راجلها ولا ما على باليش، اللي راكم راح تسقسوني عليها. على بالي باللي لي كومونتير سما يسقسوا. الحاجه اللي بغيت نهضرها، انا ما نقدرش ندخل روحي في حاجه تاع واحد من زوجات تاعو ربي يهديه. من الحاجه اللي بغيت نقولها انه الجزائريين شغل نساو كامل واش راه صاري في بلادهم ولا حكايات هكا، ولاتين بحكايه تاع انه وحده راجلها خدعها. تسمى واش من الفائده اللي راح يستفادوا منها. دوكا مثلا انت ولا انت كي راكم راح زعما تبارطاجوا في ذيك وزعما لا خدعها ولا صرا هكا، واش من الحاجه اللي راح تفيدكم؟ اسكو انت راح تستفادي، راح تفيدك في حياتك؟ اسكو راح تستفاد من ديك الحكايه؟ ني شفت الناس كامل يبارطاجوا فيها. شحال عندها الحكايه نورمالمون 3 ايام. هي مولات الشيء هذا خرجت وصرحت قالت راني لقيت جزائريين لاتين بالقضيه تاعي وناسين حياتهم. صح، شغل الناس راهم لاتين بقضيه تافهه ويهضروا على حاجه اللي ما تهمهمش، ولاتين بحياة الناس. سما لو كان واحد راه لاتي بحياته ولا كل واحده راهي لاتي بحياتها ماشي خير. هكا بعد يقول لك احنا لا الجزائريين كل واحد لاتي بحكايه الناس، كل واحد يعيش حكايه الناس. دوكا يا ربي يسهل عليهم وربي يهديهم. هذا مكان. تحياتي لكم كامل، سلام.